السلام عليكم. ازاي نصنع مجسم فني يعبر عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ هل ممكن نحتوي شخصية بالعظمة دي في مجسم فني؟ الإجابة لأ، مش ممكن، بس خلونا نحاول. زي ما احنا عارفين سيدنا خالد كان لقبه سيف الله المسلول، فكان من المنطقي عشان أعبر عن شخصيته إني أصنع سيف. السيوف بتيجي بكل الأشكال والأنواع، لكن كان عندي اختيار واحد بس هو اللي بارز، وهو السيف العربي، لأن سيدنا خالد كان عربي أصيل من قلب جزيرة العرب. عادة ما بحبش استخدم المعدن في المجسمات والأعمال الفنية اللي بعملها، لأن المعدن قاسي وشديد والشغل بيه صعب جدا، أصعب من غيره. لكن احنا هنا بنتكلم عن شخص يحكى عنه انه اتكسر في ايده 9 سيوف في واحدة من المعارك، معركة مؤتة بالتحديد. فكان من غير اللائق الحقيقة ان احنا نصنع سيف بأي خامة تانية غير المعدن. وهنا السيف بيعبر عن القوة والشجاعة والجرأة اللي قلما تجد لها مثيل في التاريخ الإنساني. صنعت السيف ده من قطعة من المعدن واخدها من كالون باب قديم، العلبة بتاعت المفتاح اللي بتكون موجودة في الأبواب. خدتها وقطعتها باستخدام المنشار اليدوي والمنشار بتاع الدريمل أو الروتاري تول، وكمان صنفرتها باستخدام الصنفرة العادية والصنفرة برضو بتاعت الدريمل. طبعا التفاصيل دي انا مش هحكيها بشكل تفصيلي في الفيديو بتاع النهارده. الفيديو النهارده بيعبر عن الرمزيات بس وعن فكرة المجسم الأساسية، لكن كل التفاصيل دي هشرحها لكم في فيديوهات بعد كده بالتفصيل اللي حابب يتعلم. السيف هنا مش بس تعبير عن القوة والجرأة، زي ما انتم عارفين السيف واحد من أكتر الأسلحة المستخدمة في الحروب في التاريخ الإنساني، عشان كده نقدر نعبر بيه عن الحرب. سيدنا خالد رضي الله عنه خاض حروب كتير وكان قائد عسكري لا يشق له غبار. كان رضي الله عنه ضخم البنية، فارع الطول، مفتول العضلات، عنده قوة جسدية مهولة خلته يبارز أقوى وأعتى الفرسان ويهزمهم بكل بساطة. فما تسمحوش لحد ملوش أي لازمة يقول إن الفيزيكاليتي بتاعته شبيهة بسيدنا خالد. على أرض الواقع لو اتقابلوا ونفخ فيه هيطيروا. هنا في اللقطات دي بعمل تفاصيل الجزء اللي بيحمل إيد من المعدن، وهعمل إيد للسيف من الخشب. كده عبرنا بشكل مختصر عن قوته وشجاعته، لكن لسه في جانب تاني وهو الجانب الأهم من شخصيته. اللحظة اللي أسلم فيها سيدنا خالد بن الوليد بقى اسم على مسمى، اتحول من مجرد شخص اسمه خالد لأنه بقى فعلا خالد. بعد 1400 سنة وأكتر لسه بنتكلم عن بطولاته، وبيتم تدريس شخصيته وتكتيكاته العسكرية في جامعات عالمية. وفي نفس اللحظة اللي أسلم فيها اتحول من مجرد سيف وبقى سيف الله المسلول، من مجرد قائد عسكري وبقى القائد الذي لا يهزم. كان شخص مميز لكنه كان عايش في صحراء قاحلة، غالبا هيعيش حياته في شوية رغبات ونزوات وصراعات قبلية ملهاش لازمة، لكن العقيدة أعطته هدف أسمى: نشر رسالة الحق، رفع الظلم، وتحقيق العدل والقسط. بدون الإسلام مستحيل كان يخطر بباله مجرد خاطرة إنه يناطح كسرى وهرقل ملوك الفرس والروم، ومش بس كده، يهزمهم شر هزيمة. عشان نعبر عن الجزء ده محتاجين نصنع راية التوحيد. هستخدم في الراية دي قطعة من القماش الأسود، هقطعها على المقاس المناسب، بعد كده هكتب عليها بقلم أبيض: لا إله إلا الله، راية التوحيد، واللي بتعبر عن الجانب الأهم في شخصيته. فما تخلوش حد يقنعكم إنه بدون الجانب ده كان ممكن يكون سيدنا خالد هو الشخص اللي انتوا تعرفوه دلوقتي. وزي ما قلت لكم انا مش هشرح تفاصيل المجسم بالتفصيل زي ما بنعمل كل مرة، الحاجات دي هتبقى في فيديوهات جاية ان شاء الله. كده عملنا رمزين للتعبير عن سيدنا خالد، وطبعا كان ممكن نعمل رموز اكتر من كده بكتير، لكن هكتفي بالرمزين دول. وزي ما اكتفيت بدول هحتاج اعمل من كل امبراطورية، سواء الامبراطورية الرومانية البيزنطية او الفارسية، هعمل من كل واحدة منهم برضو رمزين. هنبدأ بالامبراطورية البيزنطية، الرومان.
زي ما انتم عارفين مشهورين بالأعمدة والأبنية بتاعتهم اللي شكلها مميز، عشان كده هصنع عمود روماني. استخدمت حتة من الكرتون وشلت الطبقة اللي بتكون عليها عشان أبين التعاريك دي، وهعمل زي قالب كده هصب فيه الجبس عشان يطلع لي الهيكل الأساسي بتاع العمود. كمان عملت شوية من الجبس في كوباية عشان نعمل الراس بتاعة العمود اللي بتكون عريضة وكبيرة شوية. بعد ما نشفوا تماما هفكهم بقى واطلعهم من القوالب دي، وهحاول ان انا الزقهم الاتنين في بعض. كده بقى عندنا الهيكل الاساسي للعمود. هنبدأ بقى ننحته. استخدمت في النحت ده المشرط وأداة نحت واحدة، وطبعا النحت على الجبس في المرحلة الأولى دي بعد الجفاف المبدئي بيكون سهل جدا. زي ما شايفين حاولت أعمل التفاصيل، ما عملتهاش واقعية 100%، هو كده كده حجمه صغير وهيبقى متكسر وطالع عينه، فمش مهم التفاصيل تكون واقعية أوي، المهم نعمل حاجة كده تدينا الإيحاء والانطباع عنه. كملته من كل النواحي، وكان لازم نعمل فيه شوية تكسير وعلامات كده زي العلامات اللي سيدنا خالد علمها على الإمبراطورية بتاعتهم. كسرته باستخدام المشرط، وكان لازم التأثير ده يكون واضح جدا. أسيبه بقى ينشف تماما. بعد كده لونته بلون أوف وايت وعملت له تأثير العوامل الجوية بطريقة بسيطة هشرحها لكم في الفيديوهات الجاية. الرمز التاني اللي اخترته كان الدرع الحربي البيزنطي بألوانه المشهورة. ألوانهم كانت الأحمر والذهبي. عشان كده هستخدم قطعة من إزازة قديمة بتاعت غيرة، هقطع منها جزء هيكون الأساس بتاع الهيكل بتاع الدرع. بعد كده لزقت عليها قطعة من الفوم، وهعمل شوية تفاصيل كده باستخدام ورق الكرتون وباستخدام الخرز. خدت حتة ورقة كده وعملتها بالشكل ده ولزقتها في النص، وهلزق عليها نص خرزة. الخرز ده مفيد أوي في الأعمال الفنية. بعد كده بخرز أصغر عملت زي مسامير كده حوالين الخرزة الكبيرة. كمان باستخدام اللزق قطعت منه حتة صغيرة وهعمل بيها الحواف بتاعة الدرع، وباستخدام نفس الخرز الصغير عملت المسامير في الحواف. كان لازم بقى نعمل رسمة في النص. استخدمت الشعار بتاع الدولة البيزنطية ورسمت حاجة شبيهة به، النسر اللي هو له راسين ده. عملت حاجة تعبر عنه مش بنفس الشكل بالظبط يعني. وطبعا كان لازم نكسر الدرع ده ونقطعه ونعلم عليه زي ما علمنا على العمود. لونته بطبقة أساسية من لون أكريليك رمادي، واستخدمت كمان درجات من اللون الأحمر والأسود والذهبي والفضي. لونته لحد ما بقى شكله بالمنظر ده. وكده خلصنا الرموز البيزنطية. ندخل بقى على رموز الإمبراطورية الفارسية. دي عملتها بسرعة جدا. كان عندي إزازة برفان، الغطا بتاعها عاتي كده على شكل تاج، فقلت كويس هينفع جدا. كمان كان عندي السجادة الصغيرة دي، بنشتريهم جاهزين بينفعوا في الأعمال الفنية. طبعا السجادة دي محتاجين نقطعها ونمزعها كده ونروق عليها عشان تعبر عن جزء من الهزايم اللي حصلت لهم. قطعتها ومزعتها بس مش كفاية. كمان عملت فيها شوية بقع باستخدام ألوان أكريليك متخففة بالمية، بقى شكلها ألطف لكن برضه مش كفاية. استخدمت ألوان باستل زي الطباشير كده، خدت الألوان الغامقة وعملت عليها بقع أقوى، وكان شكلها دلوقتي ألطف وألطف لكن برضه مش كفاية. عشان كده استخدمت الولاعة السخان دي، قلت ألسعها كده وحروق فيها شوية. وفي اللحظة دي حسيت إن هي فعلا كده بتعبر عن الواقع اللي حصل. الرمز التاني هيكون التاج بتاع كسرى. زي ما قلت لكم استخدمت قطع البرفان ولونته كده حتت منه باللون الفضي عشان ما يبقاش شكله ممل. كده خلصنا رموز الإمبراطورية الفارسية. وعشان نعمل ساحة المعركة اللي هي أرض جزيرة العرب وما حولها، استخدمت قطع من الفلين الأبيض. لزقت قطعتين على بعض كده عشان أعمل منطقة مرتفعة، وبعدين لونت الجزء ده باللون البني. وفي الوقت ده على ما ينشف عملت صخرة كده هتكون في نص المجسم. بعد كده لزقت الصخرة دي في نص المجسم تماما على الجزء المرتفع. دهنت الأرضية بالغراء الأبيض عشان نحولها لأرضية واقعية، واستخدمت تراب من الشارع رشيته على كل مكان. بعد كده هسقسقه بالغراء الأبيض عشان الطبقات دي كلها تنشف في بعضها. لما نشفت محتاجين بقى نحولها للون الصحراء، عشان كده هستخدم لون الرمل. ألوان أكريليك متخففة شوية بالمية، وهلون كل الطبقات حتى كمان الصخرة هلونها بنفس اللون، وهضيف عليها بعض درجات الألوان عشان نخليها واقعية. وكده ساحة المعركة جاهزة. نجمع بقى القطع اللي عملناها. أول حاجة العمود الروماني المتكسر واللي طالع عينه مرمي على يمين الصخرة على الكثبان الرملية الغير ثابتة اللي الهواء بيوديها ويجيبها. جنبه على طول هيبقى الدرع الروماني اللي هيكون مدفون في التراب والرمل.
على الناحية التانية وعلى نفس الكثبان الرملية والأرض الغير ثابتة هيبقى فيه السجادة الفارسية المتهتكة، وهضيف عليها التاج بتاع كسرى اللي دماغه اتكسرت. التاج بتاعه هيترمي وهيكون مدفون في الرمل في إشارة لجزء من اللي حصل. وفي منتصف المجسم تماما وعلى أرض صخرية ثابتة وقوية هيكون فيه سيف عربي مصنوع من الفولاذ واقف شامخ في وسط المجسم، ومن وراه هتظهر راية التوحيد، واللي بعد ما تتركب هتكون أعلى نقطة في المجسم عشان توضح بشكل لا لبس فيه إن العقيدة أولا وبعد كده بتيجي باقي الحاجات. في اللحظة دي أتمنى أكون وفقت في تقديم عمل فني يعبر بشكل جزئي عن شخصية عظيمة جدا في تاريخ الإسلام، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقبل ما أختم بفكركم بمعاناة إخواننا في غزة والسودان وفي أماكن كتير الحقيقة. يعني بنتكلم عن سيدنا خالد وإزاي الأمة كانت عظيمة وإخواننا مش لاقيين ياكلوا ولا يتدفوا، فعلى الأقل خالص ندور على الأماكن الموثوقة اللي بتوصل لهم المساعدات ونتبرع ليها، وما ننساش طبعا ندعي لهم. ولو حد عجبه محتوى القناة وحابب يدعمني في تقديم محتوى مجاني يقدر يعمل ده عن طريق الاشتراك المدفوع في قناة اليوتيوب، ولو حد حابب يتعلم الأعمال الفنية بشكل تفصيلي يقدر يعمل ده عن طريق الاشتراك في موقع باتريون. هسيب لكم اللينك في التعليقات وفي وصف الفيديو. هناك هيكون في كورسات كاملة لأعمال فنية مختلفة مش هتكون متاحة على يوتيوب. ختاما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.